لو جالك السكر ومش مقتنع انك لازم تكون بتاخد دواء، اسمعني لمده دقيقه واحده بس. بنسمع دايما ان حد اكتشف ان هو مريض سكر وهو رايح يكشف عيون ولا عند دكتور اعصاب. ليه بنسمع دايما ان اللي جاله السكر نظره ضعف، شكا دايما في ايديه، وغالبا بتلاقيه بياخد ميليجرام؟ اقول لكم من البدايه، السكر هو البنزين اللي بيشغل كل الاعضاء اللي في الجسم. مريض السكر الانسولين بيبقى عنده قليل شويه. المصيبه بقى ان في اعضاء بتعتمد على الانسولين علشان تسمح للسكر انه يدخل جوه الخلايا، واعضاء تانية لا. مين؟ زي الاعصاب، زي القرنيه اللي في العين، زي حته في الكلى اسمها النفرونز. فكميه السكر الكبيره اللي في الدم دي بتدخل جواها وبتسدها. حضرتك يحصل لك ريتينوباثي او مشكله في القرنيه، يحصل لك نيوروباثي او شكشكه في الايدين، يحصل لك نفروباثي لا قدر الله مشكله في الكلى، لان ما كانش فيه دواء يحجم كميه السكر اللي موجوده في الدم. فلو لسه شايف انك انت جالك السكر ومش عايز تدخل في دايلمة الادويه، راجع نفسك تاني، ان حتى لو الاعراض انت مظبطها، في اعضاء كتير جوه جسمك بتتدمر بسبب كميه السكر الزياده اللي في الدم.